الاجواء الرائعه في مدرجات ملعب سارية تربل. اذا لحظات قليله ونعيش واياكم ايها الساده والسيدات هذه المباراه بالوان اليوم حمراء بيضاء هنا في ملعب سارية تربل. فوز خاصه على طريقه الجماهير العربيه. اول تهديد لمغرب اتلتيكو تطوان والتسديد من سيد كروش. تجد يوسف المطيع في المكان المناسب تصدي. يحيى الفيلالي يتمكن من رد هذه الكره التي اكتسبت مع الخطوره. وقبلها كره المغرب التطواني. فرصه هنا فرصه هناك. تسديده من طرف لاعب زيد كروش. ايوب العمرود. ايوب عرضيه في الخطوره في الخطوره في الخطوره. ضاعت الفرصه لعبد الله حيمود. انطلق من الجهه اليسرى في ظل غياب عناصر المغرب التطواني. سدد لكن العارضه ترد كره عبد الله حيمود في اخطر وابرز فرصه وداديه تقريبا في حدود دقيقه 17. الوداد كاد ان يفعلها من خلال عبد الله حيمود. لاحظوا المساحه هنا ووحيدا طريقا عبد الله حيمود السلام بشكل سهل ثم سدد والقائم الايسر لمرمى الحارس يحيى الفيلالي. كان محدودا فريق المغرب التطواني. لاحظوا بدون رقابه مشكله على مستوى التغطيه التطوانيه من زيد كروش. طويله بابيه. فرصه هنا عبر الجهه اليمنى في اتجاه محمد كمال. يغطي دفاع. تغادر الخطوره. فرصة اللي كان بإمكان من خلال الوداد أن يسجل. هذه فرصة خطيرة. خروج الحارس يحيى الفيلالي وهو الآن يعود للواجهة من خلال بعض النتائج الطيبة التي تعود محاولة خطيرة. فرصة من جديد هذه المرة بجانب يوسف الربيدي. هنا مرفوعة أمامية محاولة ترجيع مجانب جبران. هنا التمرير خاطئ من أرسن سولا. حاول يقطع الكرة لاعب أمين فرحان ثم يوسف الربيدي الذي أراد أن يستثمر هذه الهدية والارتباك لم يكن موفقا في ذلك بعدما تمكن عرضية خطيرة. فرصة ودادية ثانية في مناسبتين وجدت الحارس يحيى الفيلالي الذي انقذ هذه المره فريق المغرب التطواني من هدف محقق. ثاني اخطر الكرات للوداد الرياضي. تجد يحيى الفيلالي ارتماعا. تدخل اول ثم جاء بعد ذلك التدخل الثاني. تبع هذا هنا العرضيه ايمن الحسوني. ارتدت الكره التسديده يعني فرصه تسجيل هدف محقق. اللقطه الاولى ثم اللقطه الثانيه عرضيه ايوب العمرود على المقاس الحسوني ثم جاءت التسديده وغير الناس العرضيه في اتجاه كاميرا راسيه. خروج الحارس يوسف المطيع. فرصه اكتسبت تبع إعادة تمريرة يساري من الاستمرار في اتجاه محمد كمال. يعني كان سوء تفاهم بين مرمى يحيى الله الإدريسي ويوسف مطيع حول هذه اللقطة. خروج مرمى الحارس يحيى الفيلالي. هذه مقوسة لكن غادرت. زيد لك من يحيى الله الإدريسي. فرص قليلة المغرب التطواني في هذه الجولة الأولى لكن يحاول بإمكانه أن يستغل الفرص وانصاف الفرص كل ما تعلق الأمر بالبدايات لفائدة أيوب العمرود. عرضية فرصة ودادية خطيرة. ارتباك من دفاع تطوان. سفر بيدي لكن التغطية في الوقت المناسب. سيد كروش شبابية. فرصة وبسرعة يوسف فرحان. سهير مرور لميدة الوداد تسدد ومتابعة من الحارس يحيى الفيلالي. سددت لكن متابعة من يحيى الفيلالي. جرب لاعب فريق الوداد الرياضي رضا الجعدي وجرب ايمن الحسوني لكن تارة قلت الحد العاثر وتارة 0-0 في انتظار الجولة الثانية. نأمل أن نتابع في الأهداف من جانب الفريقين. خطأ ضاعت والحكم بدا يقول هدف لفريق الوداد الرياضي. جول
عفوا مكلفة من دفاع المغرب التطواني. ارجاع الكرة لحارس يحيى الفيلالي والحكم المساعد يصعد ويؤكد هدف انه الكرة تجاوزت خط المرمى. هنا الحكم يوجه اندور لاناس المرابط بطاقة صفراء في وجه اناس المرابط. يقدر يستغرب اناس المرابط لقرار الحكم. حكم ربما بعد الاحتجاج على الحكم المساعد شاب ويجب توجيه بطاقة صفراء. هدف دون مقابل، هدف للوداد الرياضي بهدية. لاحظوا هنا الإعادة ونتحدث مكرا أنت لا بطل يا المغرب التطواني. عملية ارتباك دارت واضحة. إرجاع الكرة من رشدي ولاد عبد الوهاب. هنا نقطة التحول بعد التغيير بعد خروج محمد سعود داخل مكان رشدي ولاد عبد الوهاب الذي أعاد الكرة بدون متابعة وضعية الحارس ولا تتجاوز كامل خط المرمى. هدف مشروع لفريق الوداد الرياضي يفتتح إذا حاسة التسجيل. بالفعل تجاوزت كامل خط المرمى. هدف إذا بين راس صديقة رشدي ولاد عبد الوهاب في اتجاه الحارس يحيى الفيلالي. فيلالي توجد عرضية فرصة ثانية ضاعت ثاني هذا المرة بغرابة من جانب سهير المترجي. اختار رفع على كرة للحارس يحيى الفيلالي. عبد الله حيمود قدم له هدية قال له سجل الهدف الثاني وسدد في المكان البعيد عن الخلفي. افراح الجماهير الودادية في الصعود. تدخل من جانب لاعب الوداد الرياضي هنا قد يستحق عليه الانذار لاعب رضا الشعدي بعد هذا التدخل. في تهور يقود سهير مترجي. انطلق سهير مشى زهير جول وي جول. كونتر اتاك سريع من جانب سهير المترجي. انطلق كالسم توغل سدد وهزم الحارس يحيى الفيلالي ليسجل الثاني الاهداف في فريق الوداد الرياضي. قلت بانه قد انتظر المساحات بالنسبه لدفاع المغرب التطواني مادام اصبح يفكر هجوميا اكثر ما هو دفاعيا. الوداد كان ينتظر هذه الفرصه بالفعل ذلك ما حدث في حدود قرابه 70. انطلق كسام سهير المترجي الذي يسجل هدف لكن يصاب على ذلك سهير المترجي. اصبحت هدفين دون مقابل. لاحظوا 3 اسماء لواحد تمكن من ايقافه. هنا يتجاوز لاعب فريق المغرب التطواني الوضعيه الدفاعيه. هنا لاحظوا انا تحدثت لكم وقلت لكم ان نقطه التحول التغيير للاضطرار بخروج محمد سعود ويدفع الثمن غالي فريق المغرب اتلتيكو التطوان. وهنا التقدم بسرعه. رشدي ولاد عبد الوهاب حاول ايقافها. سنسورا كره بينيه طويله بابيه ملعوبه وداديه فرصه خطيره وتسلل يشير الحكم. منح المبدا ابدا عبر القائمه الثانيه راسيه. جول وساسة الرحمة في شباك مغرب اتلتيكو تطوان من خلال كرة ثابتة. أرسن زولا يرتقي فوق دفاع فريق المغرب التطواني وبضربة راسية لا تصد ولا ترد يسجل الثالث. الوداد يقسو على المغرب التطواني بميدانه بثلاثية رديفة. لاحظوا ارتقاء كيف كان. غياب الركابة غياب الارتقاء بطرف مدافع فريق مغرب اتلتيكو تطوان. وأرسن زولا يسجل هدف وهدف براسية قوية في الشباك التطوانية.